هلا ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو عاوزك كده تشترك في القناة وتصلي على النبي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير. يلا بينا على الفيديو قبل ما اطول عليكم يا رجاله. جبنا الحاج ضيوف، ودي ان شاء الله يكون افضل تطوير الحاج ضيوف. ولو ما تعرفش ازاي هتجيب الحاج ضيوف، في اخر الفيديو هعرفك ازاي تجيب عمك الحاج ضيوف. بجد بجد ما شاء الله لاعب اسطوري، وانتظروا باذن الله قريب قوي الفيديو التجربة بتاعه. دي افضل تطوير ليه من وجهة نظري. يعني بصوا، هتقوم مديله هنا 8 وهتديله هنا 5، نديله هنا نزود اختصاره، نديله هنا 8 وهنا 4. ماشي، نرجعه بقى في التسارع كده ونديله ايه كده. بقى خفيف قوي 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 للناس اللي بتحب المهاجمين الخفاف، وبيوصل معانا 101 وبالبوستر 102. دي افضل تطويره ليه من وجهة نظري. 91 واعي. شايفين ارقامه في الدريبل يا جماعه؟ مرعب في الدريبل. الفينش 87. بس انت ممكن تعليه في الفينش، بس هو كده بيبقى خفيف قوي. بقى كده انت ممكن بقى تعرف تلعب بيه جناح وكده، وممكن تلعب بيه سكند سترايكر برضو، هيبقى حلو قوي 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 معاك. ولو ما تعرفش ازاي تجيب الحاج ضيوف، تقوم داخل هنا اهو على علامة ماتش. ماشي، تقوم داخل عليها، بعدين تدوس على كلمة تورنمنت دي، بعدين بتخش تلعب الاحداث اللي هنا، بعدين بتلعب الاول الحدث ده وبعدين تلعب الحدث ده، وبتقوم جايب الحاج ضيوف على طول.